حكاية قديس وشهيد. عارفين ليه بننور الشموع قدام الأيقونات في الكنيسة؟ عشان كان زمان الكنيسة مبنية منخفضة عن سطح الأرض، وما كانش بيبقى فيها شبابيك ولا فيها أي إضاءة غير في فتحة في القبة من فوق هي اللي كانت بتدخل الأنوار، فما كانتش بتبقى باينة الأيقونات كويس خالص. ودي زي الكنائس الأثرية، كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة القديس ماري جرجس وكنائس كتيرة جدا أثرية بننزل لها كام سلمة لتحت. لازم ننور الشموع قدام الأيقونات لأن هم نور للعالم، زي ما السيد المسيح قال على نفسه إن أنا هو نور العالم. زي ما الشمعة لما بتنصهر بتدي نور، هم برضو بذلوا حياتهم من أجل السيد المسيح وصار دمهم زي ما الشمعة انصهرت، هم دمهم سال. لازم برضو يكون في شموع منورة على المذبح لأن جسد السيد المسيح ودمه هو برضو نور للعالم. وأحيانا برضو بنكون مزينين صور القديسين بورود من فروع أنوار وبنخليها تبقى مضيئة علشان هم أضاءوا حياتهم من أجل السيد المسيح وبذلوا نفسهم من أجل السيد المسيح، وكانوا لينا هم قدوة جميلة جدا. وربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.